يلا نور بدل المود على الMFM. ما زلنا مواصلين معكم أعزائي المستمعين 9:41 دقيقة. ما زلنا مواصلين أكيد وبرشا تفاصيل باش تسمعوها توا. حكينا على الخنزير اللي دق البيبان، الخنزير اللي حوس في الأحياء في مكنين، مدينة المكنين بالتحديد. اليوم الحقيقة باش ناخذوا سي حبيب مرتيل معتمد المكنين باش يعطينا أكثر تفاصيل ويوضح الصورة ويعطينا المستجدات اللي باش تكون حصرية بإذن الله. ألو، صباح الأنوار سي حبيب. صباح الخير مدام، صباح الخير مستمعي، كل مستمعي راديو MFM. مرحبا بيك، نورت الموجات. فرحانين برشا بتدخلك معنا اليوم حبيب. الحقيقة عايشك، بارك الله فيك، هذا واجب. يعيشك. اليوم حكينا على الخنزير الأسبوع اللي فات. الحقيقة اليوم أنت حبيب شنو جديد اللي باش تضيفوا؟ شنو الحاجات المستجدات اللي احنا ما في بالناش بها، خاصة اللي تعداو معنا الحقيقة نهار 3 عاودوا تعداو جماعة نهار الجمعة. حاتم جلاسي مشى صور لهم الحقيقة نهار الأحد غادي. اليوم جديد معاك حبيب نسمعوه. هو من اول الاسبوع الفارط وبيجي توصيات وتعليمات من سيد الوادي. تمينا الكل بعقد اجتماعات واعتبار هذه المشكله معناها مشكله اساسيه، ولانها ولات تمس المواطنين ولات معناها اهتمينا بها بصفه خاصه. وصارت اجتماعات عديده في عديد المعتمدات، منهم معتمدات مكنين. معناها تحصلنا على اجتماع يوم الجمعه 24 جانفي 2025. نقول لك تحصلنا على اجتماع لانه كانت اجتماعات في مناطق اخرى ويزلنا نجمعوا الناس الكل في اجتماع مثل هذا. لانه العمليه قنص الخنزير البري عمليه معناها تتطلب العديد من الاحتياطات. لازم اجراءات معينه خاطر ماهيش حاجه سهله. هم فما طريقتين. يا اما فما رخص فرديه تتعطى للصيادين وتكون محدده بالمكان ومحدده بالزمان. بعد معاينه المنطقه معناها معاينه دقيقه. لانه اذا كان تقول لي في وسط المساكن لازم يعرف المواطنين يعرفوا الخراطيش اللي يصطادوا بها يقع قنص الخنزير بها خراطيش سبيسيال. معناها تمشي 1.5 كيلومتر. معناها يولي القنص في وسط الاماكن على الكياس كله ممنوع. دونك في الاماكن وين السكن في الاحياء السكنيه تولي ممنوعه وخطره جدا. خطيره جدا. ولا لازم احتياطات كبيره، هذه امور مش سهله. ويلزم الصياده يكونوا صياده محترفين وعندهم رخص الصيد ومعترفه بها من طرف الجمعيه الجهويه للصيد البري ولا الجامعه الوطنيه لجمعيات الصيادين. معناها مش امور سهله ويكون منظمه من الدوله، معناها من من اداره الغابات التابعه الى مندوبيه جهويه للفلاحه. من دائره الغابات بالمندوبيه. بالمندوبيه. قمنا باجتماع يوم 24 كان حاضرين فيه كل الاطراف. وكان موجود معناها رئيس دائره الغابات، رئيس الجمعيه الجهويه للصيادين، وعدد من الفلاحين، عدد من الصيادين افكتيفمون. عدد من الصيادين اللي قدموا التراخيص نتاعهم، الاوراق نتاعهم معناها باش يقع اعتمادها في انهم ينجموا يقوموا بالقانون. وهذا شنو اللي صار؟ معناها هو الطريقتين. الطريقه الاولى هي هذه معناها رخص فرديه. وفما طريقه ثانيه هي تنظيم حمله اداريه ما يسمى اون باتو. معناها اون باتو التنظيم نتاعها مشينا نتلاقى على الباتو يوم الاحد 2 في وادي المالح. تنظيمها دقيق جدا لان ما يقدرش تكون 12 صياد تنظمها جمعيه الصيادين باشراف المندوبيه، شيء طبيعي. ويكونوا فما النشاشين هما اللي يمشي يبحثوا عليه باش يخرجوه الخنزير. والنشاشين يجوا من كامل كافه الجمهوريه.
معناها يجيبوهم معناها ناس معروفه، ناس تعرف تتعامل مع النوع هذا من الصيد. اي دونك احنا اخترنا في المكنين باش ما نطولش عليكم. اخترنا انه في انتظار ان كونه باتو تشكل باتو لان تنظيمها يتطلب شويه وقت. ابتداء من يوم الغد خذاو تراخيص ثلاثه صياده باش يقوموا بالقنص في الاماكن اللي تحد المكنين الكل، معناها سواء عن طريق قصر هلال، سواء قامت المندوبيه بمعاينه الاماكن وين موجود الخنزير بصفه كبيره. اي ومش يقوموا مش يعطوا السيده رخصه معناها زمنيا محدده اكيد محدده في المكان. اي المكان المطلوب، المكان اللي توا قاعدين نحكيو عليه اللي هو مدينه المكنين في البلاصه وين فما الخنازير. هو ما يخليوش حتى لين يخرج باش يضربوه، معناها يمشيوا له وين هو موجود، يمشي لبلاصتو اكيد، على خاطر انت قلت لنا اللي الحكايه هذه خطره على المتساكنين، ما تنجموش تخاطروا كرتوشه كيلومتر ونص مسافة بعيدة لا قدر الله تنجم إنسان متعدي لا قدر الله، نعرفوا برشا معناها الحاجات هذوما خطيرين برشا. لكن أنت اليوم اطمنا سحبيب اللي تقول لنا لي الموضوع دونك براتيكمون تم حله بيسكو سي بون الرخص صحت ابتداء من الغد يبدا القنص القنص. والحمد لله. دونك لفتره زمنيه محدده اخترتوا ناس معينه حسب كفاءات معينه باش يتم القنص الخنزير في بلاصه. صيادين بيان سور، صيادين صياد اكيد عنده رخصه صيد فوالا، واكيد مش اي صياد بمقاييس معينه. مقاييس معينه الصياده اللي اختارتهم معناها موجودين في الجمعيه، متشلين بالجمعيه ومعروفين بكفاءاتهم. ايفيكتيفمون اليوم طمنتنا سحبي، شكرا على التدخل، الحقيقه معلومات حلوه. لكن نحب نعرج بربي على ديجا احنا حاتم جلاسي مشى يصور فما بلايص يعني ما راكده، معناها تحس حتى التجهيز مقصر شويه. اسكو فما حلول للبلايص هذوما؟ ديجا الفيديو قاعد يتعدى يا سي حبيب البلاصه هذيك اللي فيها. هو جوست سؤال الحقيقه توا بدر في ذهني، خاطر بالحق فما ما هكا مسيب فما. لا هذاك واقع تدخل فيه. هذاك واقع تدخل يعني فيه في طور الانجاز. لا واقع تدخل فيه وبحول الله على المدى القصير. هذاك توا واقع تدخل فيه وقاعدين نراقبوا فيها، يعني صارت سوربلو شارج كبير على القناه خرج منها الماء، دونك قاعدين ننظفوا فيها ولاهين بها الحمد لله. ومن ناحيه اخرى راهو ثم اشغال كبيره باش تقع في المكان هذاك من طرف لوناس، هو مشروع اوناس، مشروع التطهير، ومش تكف تماما الموضوع هذاك ان شاء الله. يعطيك الصحه سحبيب، طمنتنا انت اليوم. عايشك بارك الله فيك. يعيشك، شكرا على التدخل مرة أخرى، ومرحبا بك في أي وقت. مرحبا في بك كل وقت، مرحبا بكم، بارك الله فيكم. شكرا ليك وربي يوفق عايشك. شكرا ليك، شكرا. إلى اللقاء. دونك كان معنا معتمد المكنين وعطانا صورة توضيحية هاكا الخنزير غدا ان شاء الله باش يبدا القنص. وردوا بالكم معناها قال لك القنص في اماكن معينه، يعني في الغابات غاديك باش يطلعوا الصياده برخص نتاعهم. دونك صياده باش يكونوا ذا كفاءه عاليه، على خاطر حاجه ماهيش سهله، وان شاء الله ربي يحلها. واكيد المشاكل الاخرى بالنسبه للتطهير والتلوث وغيره اكيد قال لك قاعدين ناخذوا في الاجراءات، وعلى المدى القصير كل شيء باش يركح وان شاء الله